في إطار دعم الدولة للمشروعات التعليمية والعلمية لدى كافة الشباب والطلاب وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني، افتتح المهندس عادل عبد الوارث مدير عام إدارة التعليم الفني بالإسكندرية أعمال أول مشروعات تخرج لهذا العام الدراسي للطلاب وطالبات مدارس التعليم الفني الصناعي الزراعي التجاري والفندقي، الذي تم فيه عرض كافة أعمال ومنتجات وابتكارات الصناعية التي قام بها طلاب الصفوف النهائية بمرحلة الدبلوم بتصميمها وتنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني بمعاونة المعلمين والموجهين في كافة التخصصات. في نهاية حفل الافتتاح قامت إدارة وقيادات التعليم الفني بالإسكندرية بتكريم كافة الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات مشروع التخرج مع تشجيعهم من خلال تلك الأفكار على الانطلاق حيث عقب تخرجهم مباشرة إلى سوق العمل والإنتاج. كما تم توزيع شهادات التقدير والتميز على أدائهم لأعمال مشروعات التخرج الناجحة والهادفة لتنمية ونهضة مصر الغالية.